رامي ربيعة قرر يا لا بسم الله بسم الله. يلا اه الموتوسيكل بتاعك المهم يستنى. يا مصر وين قلبي، لو خسرنا وش هيبقى وحش. ان شاء الله هنكسب باذن الله. باشمهندس مش هيسيبني في حاجه، لو خسرنا شكلي هيبقى وحش والنبي ده هنكسب عشان وش. هاتيلي واحد ستوب بعد اذنك. نجهز الفيديو ده ينزل بعد لما تكون الاونر هي اللي بتصور. بصي الفيديو هينزل بعد ما الماتش يكسب. لو انا دلوقتي بقول لهم هنستناكم في البتاع وجايبين لكم الاعلام. ايوه افشل واحده تعمل اعلان. يا لهوي مش شايفه السن. حلوه دي؟ تحفه. نور خلاص بقى الاضاءه كانت عامله. وقفي وتاخدي الصوره من عندك من هنا بالطول عادي. خشوا شوفوهم بقى، شوفوها بتعمل ايه فيهم جوه وتقولوا لي بتنكفي فيها ليه. بقول لهم جبت لكم مصر في شوال. يلا يا باشا اطلع. انت بتدي عادل ليه؟ دول لسه هحاسب عليهم الحسابات. ما هاخد فلوسي من الحسابات يا باشا. لسه موجود. كل ما تشوفي تقولي اوعى. العيال عاملين زي المنشار. في عيش فريش ممير عامله. طب شوف لي كده. حط لي 10 ترغيفه في كيس طيب. احنا نجيب محمود اخوك هنا وباشمهندس هنا وكل واحد يمسك علم. قولي لي مش شايفه حاجه. هو مين في الباريس؟ جهز فلوسك يلا. جهز فلوسك عشان راس. هو انت فاكرها هتدفع؟ غلبان. بقول له هو جهز فلوسك. خلاص. قلت بقى ايه اشيل لكم الصوت بتاع الجزء ده عشان كان فيه دوشه وفي حاجات كتير وكده، وكانوا مجهزوا الترابيزات بقى والحجز ما شاء الله. يعني يا رب دايما المطعم يبقى فيه ناس كتير كده وفي لمه كتير وفي فرحه في كل القلوب ان شاء الله. ويا رب كتر من افراح مصر. طبعا كل ترابيزه كان عليها اسم بالحجز بتاعها بعدد الافراد، وطبعا بيبقى الحجز كانوا واخدين الاوردرات وكل الكلام ده يعني انتوا عارفينه يعني. فانا قلت اشارككم بقى وهم كانوا بيظبطوا الترابيزات كده، والترابيزه دي كانت بتاعتنا الاخيره دي، بس انا ندمت ان انا خليتهم يعملوها لنا هناك. كنت خليتهم يعملوها على الفيو الناحيه التانية، ايوه في الجزء ده عشان نبقى شايفين اللي تحت واللي فوق. ودي الاعلام كده كانوا معلقينها بطريقه مش عاجباني بصراحه، فقمت انا بقى ايه حطها لهم بالطريقه اللي تعجبني. قعدت بقى ازلهم شويه. وهنا كانوا بيركبوا الشاشه ما كانتش في المكان المظبوط برضو. كان ده يعني جايبين واحد بتاع شاشات ودي جي وحاجات من دي. فهنا انا قلت له ايه لو ينفع تجيبها قدام جنب البارتيشن ده كده شويه، بحيث ان اللي في الجنب يشوف هنا وفي اللي في الجنب يشوف هنا، عشان ما تبقاش موجهه للي في النص بس، يعني عشان تبقى واضحه اكتر. وانا كنت بفكر فينا بصراحه في الترابيزه بتاعتنا. وهنا ده المول ما شاء الله، المول كان عامل استعداداته كلها كامله متكامله من فوق لتحت، وبجد يعني يا رب دايما بقى، يا رب نكسب بقى، يا رب نوصل لكاس العالم، يعني يا رب كده نوصل للكاس بقى. عايزين ناخد الكاس بقى. احنا دلوقتي بقينا طماعين. كنا الاول بنقول يا رب يعني نعدي الماتش الاولاني بخير ونكسبه، لا دلوقتي احنا طمعانين في كرم ربنا ان احنا الكاس بتاع مصر يعني ان شاء الله. وانا الحمد لله ما فيش ولا ماتش من ال3 ماتشات اللي اتلعبوا ما توقعتش فيهم التوقع وطلع صح.
هما 3 ولا 4 اعتقد 3. التالت ده بتاع امبارح صح. المهم ان انا من الماتش اللي فات قلت لهم هنبقى تعادل. الماتش ده من الماتش اللي فات بعد ما خلص قلت لهم احنا هنكسب بضربات الجزاء، فالحمد لله انا توقعاتي صح. فبس كده سيبكم بقى مع اجوانا. تعالي هنا تعالي هنا. انا مصر حبيبتي، انا مصر حبيبتي في كفة عمري الدنيا دي زيها في بلادي حبايبنا. هات يا مستر. احنا عايزين اللوجو بس، عايزين نقطة اللوجو اهو. بقول لك ايه، نزل الكرتونه دي، الكرتونه دي شفناها وحشه، ما تنساش احسن. وسموره بقى كانت عامله لنا شويه رز بلبن. انا من حلاوتهم قلت لها سيبي لي شويه. عارفين اخر معلقه بتبقى في الحله كده في المهلبيه والرز بلبن لما كنا بناكلها زمان، انا ما زلت باكلها لحد دلوقتي. المهم يعني كانت سمر بتعمل تقريبا دي ضيافه ولا ايه معرفش. فده كان رز بلبن هي عملته، بس هتلاقوه عندها بقى في الفيديو. بس انا قلت ايه اخد لكم لقطه كده منه واوريكم بقى الاجواء، وهحكي لكم بقى حكايه ماشي. بس طبعا عادي يعني عادي، استنوا لما تيجي الحكايه هقول لكم، عشان انا اتهددت في اللحظه دي. بس انا ما بيهمنيش وما بخافش. الباشمهندس بقى ايه جينا بقى قبل انا كنت من الاول بس عماله اقول له والله لا نكسب ضربات جزاء، وهو يقول لي لو خسرنا هيبقى بسببك ووشك الفقري ومش عارفه. قاعد يقول لي كده. هنا الباشمهندس قاعد يقول لي ما تصورنيش انا مش عارفه ايه، انا مش عايزه اظهر وكده. هو اصلا عادي يهزر طبعا معايا. بس قلت له طب والله لا احطك في الفيديو اهو بصوا. لازم انا وهو ناكف بعض. قلت له والله ماليش دعوه، محدش قالك تعدي من قدام الكاميرا. المهم يعني انا والباشمهندس عادي لازم ننكف في بعض يعني شويه. المهم قعد يقول لي ايه لما كنا بقى لسه ما ضرب يعني كنا تعادلنا 1-1. واصلا يا جماعه عايزه اقول لكم معلومه يعني، مصر اللي دخلت اول جونين، جون فينا وجون فيهم. معلش احنا بنحب كده زياده الخير، ما بحبش حد يعلم علينا، احنا اللي بنعلم على نفسنا، فاحنا اللي دخلنا الجون فينا اصلا. المهم الباشمهندس قعد يقول لي ما تنزلي تحت كده تتمشي في المول كده، شوفي لك اي حاجه انزلي اعمليها تحت، شوفي نفسك تشتري ايه وانزلي اشتريه كده عشان نكسب. وانا قعدت اقول له لا ابدا والله ده انا وش الخير مش همشي، انا هفضل واقفه هنا لحد ما نكسب. الصراحه كنت من جوايا محرجه جدا، ان انا لو مش محرجه انا قلقانه، لان لما كناش كسبنا كان زمانه مطلعني على مسرح المطعم كل يوم. فالحمد لله هنا ان هي اختي كانت جت بقى بالسلامه، والقعده كان ناقصها مياده الصراحه. والبنت حنان بس بقى ايه خلاص، حنان كانت هتيجي معانا القاهره وتحضر الماتش وتمشي، فكان حرام بصراحه ان هي تيجي وتمشي، ما كانتش هتيجي معانا اسكندريه. وخدنا بعض. عايزه اقول لكم يا جماعه انا بعمل لكم مونتاج وانا في شقتي خلاص في اسكندريه. احنا خلصنا الماتش من هنا وجينا نروح على الشقه عند سمر في القاهره. سمر لقيناها بتقول ايه رايكم نسافر دلوقتي؟ كلنا قلنا لها يلا بينا، بس احنا كده هنصحى الصبح نسافر. فمن بالليل بقى هي نروح بقى ننام في كل واحد ينام في بيته وفي مكانه وخلاص. وطبعا ماما وخالته منى وكده وكلهم كانوا جايين معانا يعني. وأمنية كانت المفروض جايه معانا بس جالها شغل، فهتخلصوا كده سريعا وهتجيلنا ان شاء الله كمان يومين. وقلت بقى ايه حبيت انقل لكم الاجواء بتاعتنا. وهنا بعد ما كان المكان بتاع الترابيزه ده عجبني في الاول، قلت لهم بقى لما الماتش بقى حصل يعني بدأ وكده، قلت لهم لا احنا عايزين قلت يعني ندمت ان انا ما خليتهاش المكان اللي هنا ده، الجزء اللي هنا اللي فيه بيبان فيه المول وكده. وطبعا هنا الناس بدأت تيجي بقى اللي كانوا حاجزين وكده، وكل واحد بقى فيه ترابيزه باسمه قعد عليها. واتغدينا بدري كلنا، وطبعا كان في حفله قلنا نتغدى كده بدري عشان ايه نتفرج على الماتش والاجواء بقى تبقى متظبطه في المطعم يعني. وهنا برضو عايزه اقول لكم ان كل الترابيزات دي برضو كان عليها حجوزات، بس انا كنت يعني شغلت شويه كده فمعرفتش ان انا ادخل اصور الجزء ده بالترابيزات. كل الاماكن دي هتتملي دلوقتي ما تقلقوش، بس هم الناس بيجوا يعني بيجوا براحتهم، المهم ان هم يوصلوا قبل الماتش. احنا هنا كنا تقريبا الساعه 6 أو 6:30 كده يعني في الحدود دي.
ودي بقى ده الاكل بتاعنا. طبعا خالته منى لازم تدخل في الفيديو، لازم تدخل في الفيديو، بتحب تشيل، هي تحب تشيل وتتصور بالاكل والحاجات دي، بس عادي خالته منى بتعيش طفولتها. وطبعا الكباتن والوتريه بصراحه عاملين اجواء تحفه، ويعني بصوا تحسوا ان هم شغالين، مش شغالين في مكانهم، مش يعني ده مش هم مش موظفين، تحسوا ان ده مكانهم. وبصراحه يعني لا مفيش ولا غلطه في المطعم بصراحه، والله العظيم مش عشان بنت خالتي، اقسم بالله وحياة ربنا بقول رأيي بكل صراحة. بيفرق معاهم جدا هي والباشمهندس ان المطعم يكون زي ما بيظهر لكم في الفيديوهات، بيفرق معاهم جدا في كواليتي الاكل، بيفرق معاهم جدا في تنظيم الحفلات، بيفرق معاهم جدا في استقبال الناس، كل الحاجات دي. وكل الناس اللي بتيجي المطعم تكتب كده الاستقبال بيبقى كويس والاكل بينزل كويس. انا اللي بيجي لي الكومنتات بقى على البيج بتاعت التيك توك او الفيسبوك، فانا اللي بشوف اراء الناس بعد ما بيمشوا، وطبعا هم اكيد بينزلوها على البيج يعني. هنا بقى كان لسه الماتش ما بدأش، واحنا قلنا ان احنا ناخد اجواء كده. والعلم ده اللي انا سرقاه من المطعم، لان ما حدش جاب لي تيشيرت، وقعدت اتحايل عليهم يجيبوا لي تيشيرتات من الكباتن يعني وكده، بيجي شركه بتاعت بيبسي تقريبا فما جوش. المهم هنا كان الماتش بدأ وخلاص بقى المطعم فول اوبشن يعني فول اوف، خلاص بقى كومبليت. ولدرجة ان لما كان بيجي حد زيادة بقى جابوا كراسي ما شاء الله، كراسي تانية من بره المطعم اصلا زيادة وكلها خلصت، لدرجة ان كان يعني كنا بنبعت نجيب كراسي كمان. فالحمد لله ربنا يدينا نعمة يا رب. المغلوب وتشكيلة منتخب استراليا النهارده في حراسة المرمى باتريك بايتش، ثلاثي الدفاع شركاتي 3 والستار رقم 19 وهارينغتون 25، في اليمين عزيز بايتش 16، وفي الشمال اللاعب موصل رقم 5، وسط ملعب اونين 18 واللاعب ايرلاين 22، نتكالز 8، وفي المقدمة نستوري ايرانكونت رقم 17 وبولباتو امامه رقم 20. هي تشكيلة المدير الفني توني بوفيتش. في حين منتخب مصر 5 تعديلات على مباراة ايران، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وبارك خط الظهر محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وكريم حافظ، وسط ملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، امامه امام عاشور، مصطفى زيكو، منتخب استراليا الفائز ولكن بدون استشهاد الفائز من مباراه الارجنتين والراس الاخضر اللي هتقام بعد هذه المباراه ان شاء الله. واللقاء هيكون يوم 7 يوليو في اتلانتا. في طبعا المباراه اللي هتتلعب بالمناسبه الساعه 7، لكن دعونا مع استراليا مع البدايه والانطلاقه امام اللاعب الاسترالي. تاريخ ان شاء الله للمنتخب في المحافظ كريم الخمس اهداف اللي سجلها منتخب مصر، وطبعا المنتخب الاسترالي سجل فقط هدفين في مشوار هذه الأداء. على الارض على طول استلام من جانب رامي حمدي فتحي. الشناوي فتوح وامام العادل في تلك البطوله مره ثانيه، كره ثابته بطوله استراليا، فرصه لكن شوف الكرات العاليه السيده امامه وحطها في راس المرمى. شوف الدقيقه 13 وهنا امامه مره ثانيه، هذه المره دي من جنب يلا يا ياسر حمدي فتحي بيلعبوا اصلا بشكل مميز. هنشوف هتتلعب ازاي. حتى الان عايزين يمسك جول عادل، مروان عطيه مره ثانيه، مروان يلعبها في العمق، وادي محمد صلاح عايز يلبسها لو كانت هتبقى جول لحد وسعيد ولا اي كلام ولا
اي كلام في اغاني. انا مسرح حبيبتي، انا مسرح حبيبتي في كفه. انا اي كلام الحنتين ما تخافش نسألني. احمد احمد كريم حافظ مشاكل، كريم حافظ خلص العام، خلص العام، لكن اجتهد في المباراه الحقيقه ولعب وحاول يلعب. ممكن تريزيجيه يدخل في الطرف الشمال وممكن يودي هادي شمال ويلعب طارق علاء. اكثر من فكره. خلاص كريم حافظ هيبقى التبديل الثاني للمنتخب. طبعا نجم محمد صلاح لو يتمتع بلياقته البدنيه الكامله يعني هيلعب بطوله مش هنصعد، لكن هو الحقيقه برضه يعني سلامته مهمه. وواضح ان المنتخب المصري بذل جهد كبير قوي في المباراه حتى اداء بطولي. تريزيجيه فعلا مكان تريزيجيه حسب تريزيجيه واحد من شاركوا في 2018 وتسجل في هذه البطوله اغلاط رئيسيه من خلال طبعا المشاركه في المباراه. لكن تشوفوا ده مش فاكر ده مش ممكن اقل صوت امامنا هو مش هنقول ده في اعلى من البوجه واعلى من البوجه، هو اعلى من البوجه امام نصر. هذه صوت مش ممكن. الكره اللي فاتت فيها نوع من التهور في المره اللي فاتت مع بص هذه صوت يا ساتر على الشاسيه والجسم القوي. بص امامنا هو ده مش لاعب على الكوره، ده مش لاعب على الكوره داخل مع رامي ربيعه. سلامتهم على فكره المباراه فيها عنف لكن ما شفناش انذارات في المباراه رغم ان الحكم ده طول على طول امام فكر يا يلعب رغم عدى حلو قوي. حسن ده المنتخب لما عايز بيلعب العرضيه يطلع على طول حارس المرمى باتريك بيتش امامنا يشيل كره العرضيه واحده من الكرات اللي ممكن ينورها حسن والمنتخب المصري ياخد شكل وصعب مفهوم مختلف في ظل اصابه مين كريم حافظ. تتعدل الاوضاع والتعديل كبير يطلع مصطفى شوبان بتقدم كبير في النقطه اللي فاتت 88 دقيقه. بص الاعاده دايما الكره على الطابق الاول اهو للفاين ومره ثانيه حسب بقدم المنطقه لسه فرصه غالبه للمنتخب المصري من التسديد. رقم 24 لكن سابها حائط بشري. هل هو كافي بثلاث لاعبين؟ ادي امام المؤمنين لكن يا سلام يلا زاويه قويه يا رامي زاويه قويه. محمد صلاح محمد صلاح فرحة ومنعد علينا ومسكنا حلمنا يا رب انصرنا واحمينا من كل عين. الله أكبر يا بلدنا عليك وعلى كل ولاد دايما يا رب بتجمعين مصر بلدنا ويوقفنا في الرجالة والله وعملوا للرجالة ورجعوا ناس مصر بلدنا غير من فرحة مصر لابسة على بدنا يا رب تعيننا ورحت على الفرقة ومصر لو عملوا للرجالة ورجعوا ناس مصر بلدنا ويوقفوا في الرجالة المرة في مصر بلدنا